السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم كفتة داوود باشا. زي ما انتم شايفين مكوناتنا بسيطة جدا وسهلة، ودي اكلة سريعة جدا وسهلة لو مزنوقة في اي غدا. معانا هنا زي ما انتم شايفين نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصل ومعايا برغل ومعايا كمان بقدونس. البرغل دوت انا نقعاه لمدة ساعة، وبعد كده باخده اصفيه كويس جدا من المية، وبعد كده واغسله كويس جدا واصفي المية بتاعته من عليه 3 4 مرات، وبعد كده بستخدمه على اللحمة المفرومة، بيدي اللحمة طعم حلو جدا. تمام. معايا هنا بصلتين او بصلايه كبيره مفرومه، ومعايا هنا الورق بتاع البقدونس، حزمه الحزمه خدت من الورق بتاعها بس، وقطعته زي ما انتم شايفين كده، وحطيته على اللحمه عشان بيحلل طعم الكفته جدا. حطيت بقى عليها بهارات ملح وفلفل اسمر، وهحط كمان من معلقه من بهارات الكفته، وكمان هحط كمان معلقه من البابريكا الحمراء اللي هي الفلفل الاحمر المطحون. وكل الكلام دوت هقلبه، يا اما هاخده معايا في الكبه وافرمه تاني، بحيث ان يطلع لي عجينه متماسكه، تبقى معايا سهله في ان انا اشكلها معايا. هنا بقى كده انا فرمت الكفته وحطيتها في التلاجة ساعة، وزي ما انتم شايفين كده طلعت معايا عجينة حلوة جدا، كل حاجة مفرومة فيها. وهنا معايا صينية من محطوط فيها رشة من الدقيق، وكمان معايا طبق فيه شوية من الزيت، وابدأ ان انا ادهن كده ايدي مكان عشان اعرف اصبع الكفتة عشان ما تلزقش في ايدي، وابدأ ان انا اكورها زي ما انتم شايفين كده، وابدأ احطها على الدقيق اللي موجود على الصينية. الدقيق دوت عشان خاطر لما اجي اقليها ما تلزقش مني في المادة الدهنية اللي هحطها. طبعا هنستخدم زيت او سمنة او زبدة صفراء، اللي احنا عايزين نستخدمه هنستخدمه، بس انا بحب يعني احمرها في الزبدة الصفراء وشوية من الزيت، بتديها طعم حلو جدا وبتخليها خفيفة وطعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده هعمل بقى الكمية كلها، ما شاء الله. طبعا لما خلطت الكمية دي كلها طلعت لي كمية حلوة جدا. طبعا انت تقدري تجيبي كمية كبيرة من اللحمة المفرومة، وتقدري ان انت تعمليها وتشيليها مثلا في الفريزر، تفرزيها وتبداي تطلعيها وقت ما تحتاجي مثلا وتستخدميها، تبقى حلوة جدا برضو. وهنا كده بقى كده خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، وكمان بدرتها كده بالدقيق. وبعد كده بقى هنخش بقى على مرحلة التسوية على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده معايا صينية او طاسة، واحط فيها حتة من الزبدة الصفراء، وهنزل بالكفتة عشان احمرها، وبعد كده نحطها بقى في الصلصة. هنا بقى هبتدي ان انا اقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده. لازم اقلبها على طول عشان ما تاخدش لون يعني
تغمق مني او حاجه او تتحرق، لانها ما بتستحملش يعني النار، يعني على طول عايزه تتقلب ايدك فيها على طول، يعني هي ما بتاخدش اصلا تحمير جامد، لان احنا مش حاطينها في كميه من الزيت او كميه من السمنه كتيره. لا احنا يا دوبك حاطين لها كميه قليله جدا عشان تطعمها، وكمان احنا بعد كده هنضيفها كمان في الصلصه. اهو زي ما انتوا شايفين كده بحمر الكميه، كل شويه بحط حبه واطلع، اللي تحمر بشيلها على طول، وعشان خاطر افضي واحط الباقي. هنا بقى على عين تانية نزلت بقى ببصلة عشان خاطر ابدأ ان انا اعمل الصلصة، وكمان العين دي كمان عليها الكفتة، فكنت كده ايه عين عليها كفتة عين عليها صلصة عشان خاطر اخلص بقى بسرعة. اهو زي ما انتوا شايفين بنبدأ نقلب، اول ما تحمر كده وتاخد وش بنبدأ نقلبها على وش التاني، لانها ما على طول بتاخد اللون على طول، ما يعني ما ينفعش ان احنا نسيبها اكتر من كده. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين خلاص انا حطيت الطماطم على البصله، وكمان حطيت فص ثوم كده دقيق وحطيته على طول، وكمان حطيت التوابل بتاعتي اللي هي الملح والفلفل الاسمر، وكمان حطيت شويه من الشطه، وهنا برضو بقيت الكفته ان انا بكمل فيها. وهنا كده خلاص كانت الصلصه بتاعتي اتسبكت، انزل بقى بالكفته، بس طبعا معلش التليفون عشان خاطر البخار فالصوره مش واضحه. بصوا بقى هنا كده نزلت بالكفته بقى بعد ما الصلصه بتاعتي اتسبكت، اسيبها بقى تستوي مع نفسها كده على نار هاديه، وبعد كده ارجع معاكم اوريكم بقى الكفته بتاعتي بعد ما استوت. وهنا بقى كده خلاص الكفتة بتاعتي استوت. يا رب الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.